السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وتقوى ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف يومنا فيه ايه. في الاول كده على طول هنبدأ بتحضير الغداء. طبعا انتوا عارفين اليومين دول واتضح ان هو مش عندي بس قلق الميه او فكره قطع الميه بساعات مده طويله جدا. مش عندنا بس، انا كنت بحسب عندنا احنا او في المنطقه بتاعتنا يعني في بلدنا بسبب العطل اللي هو الماسوره اللي مكسوره. لا، اتضح ان في بلاد هو ده نظامها وهو ده على طول هم عايشين كده. فبجد بجد ربنا يتولانا جميعا جميعا برحمته الواسعه يا رب، اللهم امين. قطع كهرباء وقطع ميه يعني، وكمان في الصيف وفي عز الحر ده. فربنا يا رب يجعل كل ده حاجة في ميزان حسناتنا. فالمية كانت مقطوعة مدة طويلة جدا. الوقت ده كنا خلاص داخلين على العصر. لكن انت تخيلوا ما كنتش لسه عملت الغدا. الحاجة انا كنت مطلعاها من الفريزر، حطاها على رف التلاجة، فلازم تطبخ. ما ينفعش ان هي تفك شوية وبعدين ارجع احطها في الفريزر، طبعا لا. فلازم ان انا اطبخها. فالحمد لله كان عندي كده بقى ميه، بكون عامله ميه احتياطي. فقلت لا، هقوم ادام الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، فهقوم اشوف اللي ورايا وهبدا ان انا اطبخ بقى. شطفت الحاجه وهي اصلا كانت متعانه مشطوفه وزي الفل. طبعا هنعمل النهارده كرشه وممبار. الاكله دي حلوه جدا جدا. تعالوا بقى اقول لكم الكرشه كده علشان انا عملتها وخلصت اهي من غير ما اتكلم عليها. تعالوا اقول لكم بقى انا بعملها ازاي. هي بتتنضف وبتتنقع كويس جدا 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 وتتشطف كذا مره، وبعدين بشيلها عينها بقى في الفريزر. ووقت الطبخ بطلعها اشطفها بالميه، وببدا ان انا بدون اي اضافات وبدون اي حاجه خالص ببدا ان انا اللهم صل على النبي اشوحها كده. لما بتتشوح بتنزل الميه اللي جواها. الميه اللي بتنزل دي بتتكب، وبعد ما بتتكب بشطف كده الكرشه وبغسل الحله بتاعتي تاني، وبرجع ان انا احطها على النار. لما احطها على النار تاني بكون بصلايه كبيره كده دعكاها بملح بفلفل مع طماطمايه والسبع بهارات بتاعتك وحبهان ورق لوري بحطها معاها، وبقلبهم بقى كلهم مع بعض كده، وبروح مهديه النار عليها وبسيبها لما تشرب بقى الميه طبعا اللي هي اللي نازله من البصل والطماطم وهكذا. لما بتشربها ببدا ان انا بكون غاليه ميه جنبي، ببدا ان انا اضيف الميه ليها بالتدريج. كل ما تشرب ازود لها ميه تاني علشان خاطر تستوي. وفي الاخر خالص بسيب كده شويه بس شوربه صغيرين فيها، مش كتير، تمام. وبالهنا والشفا، وبتبقى طعمها حلوه جدا جدا. هنا بقى هعمل الممبار. حشوه الممبار بتاعي انا بحب قوي اعمله بالطريقه دي، وبقى خفيف ولذيذ، وعايزاكم كده تجربوه، صدقوني هيعجبكم جدا جدا. عندي هنا ده انا وزناه. انا يعني بصوا، قبل كده كنت تقولي لي مثلا اللي بياخد كميه قد ايه، هقول لكم ما اعرفش والله. انما المره دي انا وزنه الرز بالظبط. الرز كان اللي انا كنت عايرته الكميه دي كانت كيلو و200 جرام، يعني هي بالظبط حتى مش 250، لا كيلو و200. ففرمت عليها كده كام بصلايه كده حلوه، وبرده فرمت الطماطم. انا بحب اعملها ني في ني. حشوه الممبار ني في ني، رز مغسول بس مش منقوع ولا اي حاجه خالص. رز متنقي ومغسول، واللهم صل على النبي. والبصل فرمته وحطيت عليه ملح بفلفل وسبع بهارات، وهبدا ادعك بقى البصل كويس جدا جدا كده مع المعلقتين سمنه كده حلوين بلدي، بيدوا طعم حلو قوي 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 للممبار. وكمان شويه زيت كده برضو 3 4 معالق من الزيت، علشان الرز لما بنيجي ندخله للممبار يبقى كده ايه مفلفل ويعدي على طول، وكمان لما يستوي يبقى مش معجن معانا، تمام. فهدعك كده البصله بالفلفل الاسمر والسبع بهارات بتاعتي. طبعا كلنا بنشتغل بايدينا، وايدينا دي بتتغسل كتير جدا جدا يعني الحمد لله. انا بحب ان انا اشتغل بايدي بصراحه. بحب ان انا اكون يعني عارفين اللي هو ايه، سواء مثلا تتبيله فراخ سواء مثلا حشو ممبار، بحب ان انا اكون ملامسه للحاجه، يعني احسها بايدي. فباحساس حلو بصراحه. انما مثلا ابقى لابسه جوانتي كده وبشتغل، ما حتى مثلا في غسيل المواعين او كده، لا برضو ما اقتنعش، احس ان انا اصلا ايدي اللي عايزه تتغسل. واخدين بالكم؟ فانا بحب بصراحه ان انا اشتغل بايدي. ايدنا طبعا بتكون مغسوله ونضيفه وزي العسل. حطيت بقى الطماطم كله ني في ني، البصله نيه والطماطم نيه. حابه بقى تضيفي صلصه تمام، انما انا بحبها بصراحه كده بتبقى طعمها حلو وخفيفه وزي الفل.
كده انا جهزت الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي اللي هي ما بحشيهاش خلطه محشي، انا بحشيها اللي هي الطريقه دي زي نفس طريقه الحمام او الفراخ المحشيه اللي انا بعملها، برضو هي نفس الطريقه وهي نفس كل حاجه، بس في الفراخ او الحمام الرز بيكون منقوع، هنا لا مش منقوع. هبدا بقى ان انا احشي الممبار بتاعي. وورايا كنت مولعه على ميه بحيث ان هي تتغلي، علشان خاطر انزل فيها الممبار، بحيث ان هو مثلا البوتاجاز شغال عليه حاجه، مش مثلا احشي وبعدين اقعد استنى بقى اولع بعدها على ميه واستنى على ما الميه تغلي. لا، ولعي على ميه انت خلاص. انا مثلا هبدا اتبل فرخه او هحشي فرخه او ايا كان، اولع على ميه تتغلي على ما اشطف الفرخه واتبلها كده واظبطها شويه تكون الميه غليت، وابدا انزل بالحاجه بتاعتي. الممبار نفس النظام، او لحمه او ايا كان. بصوا هنا انا هبدا بقى ان انا احشي الممبار بتاعي، ما شاء الله ما اخدش وقت، انا حتى والله عارفين حشيته وانا واقفه. ده كيلو ونص ممبار متنضف، و حطيت عليه كيلو ومتين، يعني قولوا كيلو وربع، كيلو وربع رز. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا ما تبقاش ممبرايه واحده ولا تبقى حبايه رز واحده، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا ظبط الظبط يعني خالص. فاللهم صل على النبي، فحلو جدا جدا. يعني ده كيلو ونص الممبار عليه كيلو وربع رز، تمام. بصوا بقى الكرشه هنا اللهم صل على النبي كانت اتشربت الميه اللي هي نزلتها، او البصل بالطماطم الميه اللي هو نزلها. فبدات بقى ان انا اضيف ميه مغليه، كنت مولعه على البراد برضو جنبي ورايا، علشان خاطر ان الميه تغلي. اسقي بيها، انا عارفه انا طبعا هطبخ وهعمل وهكذا. فضفت عليه الميه وهسيبها بقى الميه دي لحد ما تتشربها، ويفضل كده حوالي كوبايه ميه بس في اخر الحله. يعني الكرشه مش بنحتاج لها شوربه كتير، يعني هم بس شويه شوربه صغيرين. إيه هشوف الكرشه لو لقيتها خلاص استوت تمام، ما لقيتهاش هزود تاني حوالي كوبايتين ميه بحيث ان هي تكون مستويه كويس. وبالطريقه دي حلوه قوي. هنا كنت خلاص خلصت، اللهم صل على النبي، خلصت حشو الممبار. وهنا بقى الميه كانت بتاعتي غليت، حطيت بقى حبهان، ورق لوري، فلفل اسمر، بصل، طماطم. يعني تبهري الشوربه بتاعتك عشان خاطر يكون الاكل بتاعك كده نفسه حلوه وريحته حلوه وطعمه حلو. فاللي احنا نبهر الحاجه بتاعتنا كويس. بصوا الممبار انا كنت موريه لحضراتكم كان مبطط، يعني انا كنت حشياه رز بسيط جدا جدا جدا. طبعا الرز بيتضاعف حجمه، وكمان الممبار ما تقلقيش خالص، يعني انا ما بقفلهوش بفتله ولا اي حاجه، هو بحشيه بس بسيب حوالي عقله من الطرف ده مش محشيه وعقله من الطرف التاني مش محشيه، يعني مش بحشيه لاخر جزء في الممبار، لا انا بحشيه زي ما بقول لحضراتكم، بسيب حوالي عقله من الطرف ده وعقله من الطرف ده مش محشيه. ومجرد ما هو ما بينزل في الميه المغليه بيقفل نفسه كده، وما شاء الله اللهم بارك، ما فيش حاجه بتفرقع، وما تقلقيش خالص خالص. وعلشان ما يفرقعش ما تحشيهوش رز كتير عشان ما يفرقعش، وعشان يكون مستوي كويس، وعلشان ما يكونش معجن، وعشان ما يكونش مكبوس. الممبار احشيه بالراحه، يعني تكون الرز كده مفرفط خالص جواه. وما شاء الله اللهم بارك، اصلا بتحس ان هو الرز بيتضاعف قوي 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 جواه، لان كميه الرز اللي انت حطاها على مثلا على قطعه الممباره دي لما بتنزل في الشوربه بتكش، فشويه الرز الصغيرين اللي انت حطاهم هيملوا الممباره ويكفوا ويوفوا. فربنا يا رب بألف هنا وشفا، وربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا بالخير. طبعا الاكله دي المفروض كانت تتعمل في العيد، بس في العيد ما عملتهاش. يعني بصوا انا بكون اوقات طبخه الطبخه او عامله الاكله بحيث ان هي تمشينا يومين اتنين. والله العظيم والله العظيم بركه ربنا سبحانه وتعالى الاكله ممكن تمشينا 3 ايام، يعني تمام. فسبحان الله سبحان الله، والله والله يعني. والكميات اللي انا بعملها ما بكونش عامله كميات كبيره، بس هي سبحان الله البركه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا بيبارك بتبقى حاجه حلوه قوي قوي. فدايما ندعي ربنا يبارك لنا في كل حاجه يا رب، في اولادنا وفي رزقنا وفي صحتنا، اللهم امين يا رب العالمين.
ف... فالاكله دي طبعا هتمشيني يومين اتنين مش يوم واحد. كنت عايزه اعملها في العيد، بس عارفين اللي هو ايه، مثلا كنت عايزه اعملها، جيت لا عملت اكله تانية تمشيني يوم، لا الاكله دي مشيتني يومين اتنين. فوفرت عليا بصراحه اللي انا ايه اعمل وكده. فهو سبحان الله جه وقتها وكده. ندخل بقى على غسيل المواعين كده، نلحق نغسل كده المواعين، لان كان في حلل في الحوض والاطباق والحاجات دي كلها عايزه ان انا اغسلها واخلصها بسرعه بسرعه. ندخل بقى على غسيل المواعين، ندخل ايه دي، ندخل على غسيل المواعين، فقره غسيل المواعين، فقره دردشه مع اخوات الغاليين. حبيبتي بتقولي ازيك يا بسمة عاملة ايه؟ على فكرة المشاكل دي معايا بقالها فترة طويلة، وكانت موجودة على يعني على تليفون تاني، فانا على ما نقلتها وكده تمام. المهم حبيبتي بتقولي ازيك يا بسمة عاملة ايه، بالله عليكي انا عندي مشكلة ويا ريت ترد عليا، لان المشكلة دي حصلت امبارح. جوزي مسك ولع في ارض واحد جارنا، وانا حزينة وتعبانة نفسيا ونفسي اسيب البيت وامشي، بالله عليكي رد عليا ضروري. هو ندمان بس انا مش قادرة اسامحه ولا قادرة اتخيل ان هو ممكن يعمل كده. هو انسان طيب جدا، وكان في مشاكل قبل كده بينهم وبين بعض، فده اللي خلاه يعمل كده. في ديني ربنا يسترها معاكي ضروري حبيبتي، ربنا يا رب يهدي ويبعد الشيطان يا رب يا رب يا رب. يبعد الشيطان ويخرجوا كده ما بيننا وما بين بيوتنا، ويا رب يا رب يبعدهم عننا يا رب الشيطان، اللهم امين يا رب العالمين. آه، هو ادام بص، هو دي ساعة شيطان ودي وزة شيطان، والشيطان هو اللي دلوقتي خلاص انتصر، وان هو خلاص يعني وزه على حاجة كبيرة وصعبة جدا جدا. ادام زوجك ندمان بكل يعني بكل طيب خاطر وبكل اسف وبكل ادام هو ضميره فعلا متضايق وزعلان، يروح لجاركم ده ويجيب ناس كبيرة ويقعد معاه ويقول له ان انا ندمان. لان بصي مهما تكون المشاكل، هو مثلا زوجك مثلا ما وصلش للحالة العصبية اللي هو فيها دي، اكيد مش من باب للطاقة، اكيد مثلا بسبب المشاكل، بس ما كانش هو المفروض كان يعني ايه، والقازمين الغيظ اللي هو ايه، يمسك نفسه شوية اكتر من كده. حصل اللي حصل، ياخد حد كبير من مثلا من كبارات البلد عندكم او العمدة او ايا كان او كبار العيلة، ويتواصل مع صاحب الارض ده ويعني يعرفه ان هو فعلا ندمان، والصلح خير، ويشوف ايه اللي يرضيه. ان هو مثلا يدفع له تمن الزرعه، تمن المحصول، يشوف الارض ايه اللي لازمها علشان تتظبط بعد الحريقه دي، او بعد اللي هو ولع في المحصول وفي الزرع وكده. ويستغفر طبعا ربنا سبحانه وتعالى، ويطلب ان الشيطان يبعد الشيطان عننا وعن بيوتنا وعن حياتنا، وربنا يكفينا شر وزة الشيطان يا رب اللهم امين. ويعني ربنا يهدي. يعني انا مش هقولك مثلا ان هو اكيد كده عملها بكل بساطه، لا اكيد خرج عن شعوره قوي قوي قوي، وغصب عنه ان هو عمل الحكايه دي. يروح للجار ويتاسف ويتنهوا بقى اي خلافات ما بينهم هما الاتنين، ويبداوا صفحه جديده مع بعض. ويشوف ايه اللي يرضيه، ويشوف ايه اللي المفروض، اللي مثلا اللي الناس هتحكم بيه، او اللي هم الناس اللي هياخدهم معاه يحكم بيه، ويعني بصي يقطع كده باب الشيطان ويقفل باب الشيطان خالص في الموضوع في اوله افضل. وربنا يا رب يهدي ويبعد عننا الشيطان يا رب اللهم امين. الشيطان لما بيدخل او بيتملك من الشخص، واعتقد بالذات الرجاله، يعني الرجاله ممكن يكون مثلا ايه، استفزاز الراجل اللي هو صاحب الارض هو اللي وصل زوجك لكده، ان الرجاله بتاخد الموضوع على كرامتها، ان يعني هو انت يعني مش راجل، لا هو انا يعني مش راجل، لا ممكن اقدر اولع لك في الزرع بتاعك، او يعني الحمد لله برضو الحمد لله الحمد لله ان هي جت على قد كده، ان هو دماغه ما راحتش لحاجه تانية. يعني الحمد لله يا رب والشكر لله برضو يتقال. ف فالطيب ما فيش احسن منه. هو يروح ويتأسف للراجل ويشوف ايه اللي يرضيه، ولو حتى اللي يعني العقوبة مثلا او اللي الناس هتفرضه عليه شديد شوية، معلش هو يتحمل ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى طبعا المغفرة، ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو الموقف ده ما يتكررش تاني ابدا ابدا. الشيطان يوزه وان هو يوصله لحاجة صعبة جدا جدا ان هي تحصل. فربنا يا رب يبعد عننا الشيطان ويجنبنا الشيطان يا رب اللهم امين في حياتنا يا رب اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يهدي، ربنا يهدي. انت بتقولي ان هو طيب وكويس، بس هو اللي ايه الموقف حصل كده، فربنا يا رب يهدي ويصلح حالنا جميعا يا رب. بصوا هنا بقى حبايبي، انا مسكت بقى كل حاجه كانت عايزه تتغسل وغسلتها، انا ما صدقت ان الميه جت، فقلت اغسل بقى كل حاجه والحوض عندي يبقى فاضي، وغسلت الحوض وغسلت الرخامه. يعني بصوا خليت كده الدنيا فله فله فله.
على ما غسلت بقى المواعين قلت بقى ايه ابص على المنبار بتاعي، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا مفيش حاجه اسمها فرقعت، الحمد لله يا رب والشكر لله. ما شاء الله زي العسل، بصوا زي الفل الحمد لله. الرز من جوه واخد راحته، مش بقى متكبس وهتشوفوه معايا حالا في الاخر. ما شاء الله الرز مفرفط كده ومش مكتوم او معجن او اي حاجه. والطماطمايه طبعا والبصله اللي احنا حاطينها في الشوربه دي مخليه طبعا لونه وطعمه حلو. هنا بقى بصوا المية اللي انا كنت ضفتها عليها بدأت ان هو يتشربها، سبتها لما خلاص كانت المية قلت عن كده، وبعدين لقيتها ان هي خلاص داخلة في السوا، فزودت لها بكوباية واحدة مية كمان بس وخلاص. لقيتها لا لسه شوية. وطبعا الملح ده اخر حاجة بتتحط. طبعا عيد اضحى يعني الاكلات الحلوة دي، اكلات بقى العيد اللذيذه الجميله اللي هو اصلا العيد ما ينفعش من غيرها. فكل عام وانتم بخير، وطبعا كل عام وانتم بخير بمناسبه خلاص داخلين على السنه الهجريه الجديده. كل عام وانتم بخير، ويا رب يا رب يجعلها كده سنه جبر الخواطر لينا جميعا وللعالم اجمع يا رب يا رب يا رب. انت قادر على كل شيء، انك سميع قريب مجيب الدعاء. الطف وارحم اهل غزه واهل السودان وكل بلد فيها حرب وكل بلد فيها قلق، وكل شخص سايب بيته واولاده وسايب مكانه يرجع كده لبلده سالم غانم يا رب، وينجيهم ويحفظهم وينصرهم يا رب. اهل غزة واهل فلسطين واهل السودان. يعني بصوا الواحد لو قال يعني شعوب كتيرة متمرمطة وشعوب كتيرة فيها حرب، واللي احنا بنشوفه بجد على شاشات الموبايلات او التلفزيون بجد احنا يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم كمان مرة ان احنا بنبكي على اللي بنشوفه. يعني احنا بنعيط على اللي بنشوفه والمواقف اللي اهلنا في فلسطين وفي السودان موجودين فيها، او الحياة اللي هم بيمروا بيها والظلم والحرب ويعني استغفر الله العظيم يا رب من اللي بيحصل لهم ده. بجد 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 يعني ربنا ينجيكم وينصركم ويحفظكم يا رب يا رب والله العظيم. واحنا على طول بندعي لكم. يعني انا ممكن مثلا ما بتكلمش في الفيديوهات، بس احنا بشر زينا زيكم، احنا حاسين بيكم قوي وموجوعين بيكم قوي. او طبعا عمرنا ما هيجي زي الحياة اللي انتوا عايشينها والحقيقة اللي انتوا عايشينها، بس احنا بنتألم قوي 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 على اللي انتوا عايشينه. وبندعي لكم والله العظيم في كل وقت ان ربنا يا رب ينصركم ويحفظكم وينجيكم يا رب اللهم امين. فربنا معاكم ويحفظكم يا رب. بصوا هنا يا حبايبي، جيت بقى اللهم صل على النبي، جيت بقى من العيد انا سبت بقى الاكل يستوي تمام. جيت هنا بقى دخلت على اوضه الولاد وقلت بقى ان انا انضفها، لان في اوقات احنا ما بننامش هنا. ممكن ابني بعض يوم بيجي ينام هنا في الاوضه وخلاص، يعني مش على طول، هم دايما بيكونوا معايا في الاوضه عندي وكده. فالمهم قلت بقى من العيد ما غيرتش خالص فرش السراير، ممكن غرفة نومي اللي انا غيرت الملايات بتاعتها وكده. فالمهم قلت ان انا النهارده همسك بقى اوضه الولاد انفضها، لان عارفين اللي هو الخشب حاسه ان هو عليه تراب، الحفاظات مفروشه في الارض وتمام وسليمه وزي الفل، بس برضو حاسه ان هي عارفين اللي هو المكان برضو حتى لو مقفول، حتى لو ما فيش فيه حركه وروح واستهلاك كتير بيتطرب. طبعا احنا يعني على شارع والجو تراب، احنا التربه عندنا في مصر تراب ترابية مش رملية. يعني في أماكن في مصر رملية، لا احنا هنا مثلا منطقة الدلتا وكده تراب. فالتراب ده بيبقى عامل زي الدقيق الناعم كده لما بتنفخيه على الأسطح، فبتبقى تحسي كده ان الدنيا مطفية مش بتلمع كده والحاجة نظيفة. فانا قلت لا النهاردة بقى وكمان الأوضة يعني كنا خلاص عارفين اللي هو الوقت ده كنا حوالي الساعة 5:30 في الوقت ده كانت الشمس خلاص مشيت من عندي من على الأوضة، لان هنا ما شاء الله واجهة البيت الشمس عليها من قبل الظهر لحد بعد العصر. فالشمس مشيت قلت بقى افتح الشبابيك وانضف بقى الاوضه كده بما ان الميه موجوده، وعلى طول في السريع سريع على ما الاكل يستوي. مش هقعد بقى جنبه واستنى الاكل يستوي، لا هدخل كده الاوضه انضفها. الاوضه دي واوضتي برضو اخدتها معاها بالمره، ونخلي الدنيا كده بتاعتنا نظيفه وزي العسل.
صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا بقى، مجرد ما بنعدي كده على الخشب بتاعنا وعلى السراير وعلى الدولاب، مجرد بس ما عديت عليه بالفوطه، والله العظيم بصوا بدون اي حاجه خالص، طول ما ايدك في الحاجه وطول ما ايدك ما شاء الله بتنضفي. ولو مثلا عندك اطفال وبتبصم، او مثلا الخشب حاسه ان هو عليه طبقه كده من الدهون مكان ايدين الولاد، جيبوا ملمع خشب. انا بفضل بصراحة استخدام ملمع مثلا خشب، ايا كان بقى، شوفي النوع يعني يكون كويس، هاتيه ولمعي الخشب بيه، ينضف لك الخشب ويخلي ما شاء الله الدنيا معاكي نظيفة زي العسل. فاللهم صل على النبي. كده انا خلاص مسحت الدولاب وظهر السراير عندي، والكنبه هنا برضو، لان عندي طبعا في شباك فوقها وكده، فبرضو اللي حسيتها ان هي مطربه. فين من العيد انا ما عملتش اي حاجه خالص في غرفه ولادي، حتى ما شفطتش الارضيات، لان الحفاظات دي ما بينفعش ان هي تتشفط، لما باجي اشفطها بالمكنسه بتشبك او المكنسه بتبلعها. عارفين ليه المكنسه بتشفطها؟ لانها بتكون نوعها خفيف، حضراتكم اكيد عارفين النوعيه دي عامله ايه، على عكس اللي هو بديل السجاد اللي انا لسه جايباه، لا ما شاء الله اللهم بارك، مش بيطلع في المكنسه قوي قوي زي الحافظات دي. بصراحه في الحافظات دي انا بفضل ان انا اشيلها انفضها اسرع واسهل من ان انا اشفطها، لان تشفيطها عذاب. يا اما انا كنت عندي في البيت القديم كنت بشفطها، ليه بقى؟ لان انا كنت اللهم صل على النبي كنت حاطه عليها كراسي الانتريه وكراسي السفره، فكانت بصوا متثبته من جميع الجهات. على طول كده بسرعه بسرعه دخلت بقى اخدت الفرش بتاعي اللي انا كنت غيرته، وعلى طول كده بسرعه على الغساله اشغل عليهم الغساله، والميه موجوده. بصوا احنا دلوقتي ما بنصدق الميه تيجي، والله العظيم بكلمكم بجد. في غسيل الحق بسرعه احطه في الغساله، مثلا حد من الولاد عايز ياخد شاور وكده، ويلا بسرعه الميه جت، يعني فاهمين اللي هو ايه، بسرعه بسرعه قبل ما الميه تتقطع. فبصراحة كل حاجة كل حاجة وجودها نعمة والله العظيم، والواحد ما بيحسش بالنعمة دي غير عارفين اللي هو لما ايه، تحس ان هي بتتمنع منك. زي مثلا احنا نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، نعمة مثلا ابسط حاجة السنان، احنا مش حاسين اصلا بسناننا ولا نعرف احساس السنان ايه، غير لما لا قدر الله سنة توجعنا او ضرس يوجعنا وهكذا. تلاقينا بقى عرفنا مكان السنة فين ووجعها، ونقعد بقى نشتكي وما نمتش. انما طول ما الحاجة كده كويسة، ما يعني ما بنحسش بيها اساسا، ما بنحسش بالحاجة غير لما تقل مننا، او ما بنحسش بالنعمة غير لما بتقل مننا. فاللهم لك الحمد على كل نعمك علينا يا رب، وربنا يديمها يا رب علينا نعمة ستر وصحة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت جبت طبق فيه ميه وكلور ومعطر، وبدأت بقى ان انا امسح الشبابيك عندي، السلك ان انا امسحه والخشب بقى اللي هو ايه بتاع الشباك يعني وكده، مسحته طبعا. التراب بصوا يعني انا وريت حضراتكم التراب في كل مكان، حتى لو انا مقفله المكان برضو التراب موجود. بصوا هو المنظر غير لطيف، انا عارفه ان اوضه الولاد مش احسن حاجه، في ظل ان انا شايله المرتبه دي، بالرغم ان انا والله عايزه اجيب اجيب مرتبه من تحت. يعني انا عندنا تحت سراير حماتي الله يرحمها، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها يا رب، حماية وحماتي، فعارفين اللي هو ايه، انا عايزه اطلع مرتبه من بتاعه اتنين الله يرحمها يا حبيبتي، ولادي يناموا عليها، و واجيب مرتبه اوضتهم ارجعها تاني هنا في السرير، لان الشكل مش عارفين اللي هو ايه، بروق وبنضف وبفرش والدنيا زي الفل، بس ناقص حته او ناقص تكه. ليه التكه دي بقى؟ اللي هي الايه، المرتبه والسرير اللي بتاع خالد اللي هو مش متغطي خالص، دون حران هو كمان. فالله المستعان، ان شاء الله باذن الله كده ربنا ييسر واخلي الولاد ينزلوا يجيبوا مرتبه من تحت. اللهم صل على النبي. جيت هنا بقى مسحت بقى الاوضه وشلت الملل كده علشان امسح تحت السرير براحتي خالص. وبحب قوي استعمل الشرشوبه دي. انا جبت الموب طبعا الحمد لله، انا كنت شارياها قبل العيد لان كان جاي لي سؤال عليها، كنت شارياها قبل العيد ب 235. هي في اسعار كتيره جدا 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 للموب دي واشكال، هو نفس الشكل بس انواع واسامي ومسميات يعني كتيره قوي ومختلفه. تمام. فدي انا كنت جايباها ب 235، وهي ما شاء الله جميله، بس انا جميله في التلميع اليومي، مثلا اللي هو ايه، انا زهقانه مثلا او جايلك ضيوف
وعايزه ان انت تقومي تاخدي كده تلفي الشقه لفه بيها، تعدي على السيراميك والارضيات كلها اللي باينه. حلوه قوي قوي في مسح الحيطان برضو، جميله وزي الفل. بس انا كواحده من الناس بحب ان انا لما اجي امسح بحب ان يكون في ميه كتير في الارض. عارفين اللي هو بحب اللي الدنيا تكون كده فيها ميه كتير، ودي حتى لو انا مش عصراها بس برضو مش مديان كميه الميه اللي انا ببقى عايزاها، فاهمين قصدي؟ فانا بحب بصراحه امسح بالشرشوبه دي، تحفه حلوه جدا جدا جدا. بتنشف قوي وبتلم كل حاجه، ما بتخليش خالص خالص وبر على الارض ولا اي حاجه نهائي. فانا حباها قوي، وحباها في المسح اللي هو الايه التنظيفات الاسبوعيه، تمام. فطبعا ربنا يا رب يوسع ارزاقنا كده ونجيب كل اللي نفسنا فيه. بصوا الحلم او الهدف او الحاجه اللي انت حطاها ليكي، او الحاجات اللي انت نفسك فيها. انا بتكلم كبسمه. انا اوقات اقول لحضراتكم حاجه، اوقات بتكلم مع حضراتكم في كلام انا بكون بقوله لنفسي، او نفسي فيه، او نفسي في الحاجه دي تحصل بنفس الاسلوب او بنفس النمط اللي انا بتكلم بيه، فاهمين قصدي؟ ف او ممكن تكونوا مش واخدين بالكم قوي، بس المهم يعني انا قصدي كده. المهم اي حلم انت بتحلميه او اي حاجه انت نفسك فيها عمرها ما هتحصل مره واحده، او عمري ما هروح اجيب كل اللي نفسي فيه مره واحده، لا استحاله. طلوع السلم بيطلع سلمة سلمة. فما تستعجليش على حاجة ان هي تجيلك. انا اسعى ان الحاجة دي تجيلي، وان شاء الله باذن الله باذن الله، وثقة في الله ويقين في الله ان ربنا سبحانه وتعالى هيكبر بخاطرك والحاجة دي هتجيلك، بس في الوقت المناسب، مش من وجهة نظرك انتي، لا في الوقت المناسب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأذن لك بيه وبيقسم لك بان الحاجة دي تحصل في الوقت ده، لحكمة لا يعلمها إلا الله، تمام. فأي حاجة نفسك فيها دايما قول يا رب، ما تستعجليش عليها، دايما قول يا رب واسعي واطلبي من ربنا. وطول ما انت قريبة لربنا سبحانه وتعالى أكيد ربنا هيجبر بخاطرك، وربنا هييسر لك أمورك بدون حول ولا قوة. يعني حاجة كده هتحصل، يعني هتيسر لك أمورك وتلاقي أمورك كده ربنا فرجها عليكي. فأي حاجة بقى نفسك فيها، نفسك في سجاد، نفسك في فرش، نفسك في لبس، نفسك في ذهب، نفسك في أي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قادر على تحقيق الحاجة دي. ممكن في وقت مش اصلا مش شرط الوقت اللي انت عايزاه، بس في وقت من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحدده. كده انا خلصت اوضه ولادي وهما بيحبوا معطر التوت ده، فانا بحب كده ارش لهم في اوضتهم المعطر ده، بتبقى ريحته حلوه جدا جدا. هنطفي بقى. كنا لسه برضو في البدري، يعني كنا حوالي لسه، يعني مش كنا المغرب لسه ما كانش اذن ولا حاجه، وكنت خلاص سبت الاوضه برضو متهويه شويه ودخلت بقى. كان الممبار كان استوى، وكنت طلعته وكمان حمرته. انا لما بطلعه وبحطه في مصفى، بحيث ان اي شوربه فيه او اي حاجه يعني تنزل من عليه، وبسيبه كده حوالي ربع ساعه نص ساعه، وبعدين ببدا ان انا احمره. مش بطلعه من الشوربه وبحمره على طول، لا هيقعد بقى يفرقع ويطرطش ويبهدل الدنيا وايدك تتلسع. انما مثلا طلعيه في مصفى وسيبيه يهدى شويه، وبعدين ابداي ان انت حمريه. كده انا حمرت الممبار، والكرشه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك طعمها حلو جدا جدا جدا. بص انا كنت بشوف انه طبق اللي انا طلعته الاول لانه كان سخن قوي، ما شاء الله مستوي. وبصوا الرز مفلفل وجميل جدا جدا، ولونه حلو قوي وخفيف. يعني بصي تاكلي منه كده تحس ان هو خفيف، مش تحس ان انتي واكله محشي. يعني دي طريقه ماما بصراحه، نينا الله يرحمها كانت بتعمله بخلطه محشي. كنت اقول لها يا نينا انا حاسه ان انا باكل محشي، تقولي لا يا بنت ده ممبار، بس اقول لها لا بس طعمه طعم محشي. ف... فطبعا كل حاجه يعني الحمد لله فضل ونعمه، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. ده كده الفيديو بتاعنا معاكم النهارده، وده كده روتيني. بحبكم جدا في الله، ولو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك صلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات، ويخلونا ناخد حسنات. بحبكم جدا في الله، اشوفكم على خير في فيديو جديد. توحشوني جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.